اكبر صرح سي فود في مصر، لان حرفيا مش هخليك تسافر اسكندريه عشان تاكل اكله سمك، لان المكان ده حرفيا من القاهره نص ساعه وتكون هناك. والمكان ده فاتح بقاله 4 شهور بس قدر يعمل نجاح كبير بجميع الاكلات البحريه، اشكال وانواع اول مره حرفيا اسمع عنها باسعار تخطف القلب. عايزك تركز معانا صينيه سي فيش فور، تمام، 4 سمكات بولتي، رز، جمبري، كابوريا، بلح بحر، دي هتوديك في حته تانيه. معانا المكرونه الجمبري، حاجه سي فيش فور، حاجه سبيشال خالص. معانا الجمبري البتر فلاي، يعني ده الجمبري اللي يخلي العجوز مفتري بمعنى الكلمه. معانا صينيه اللوت بطاطس ريد صوص، حاجه جامده من الاخر يعني. ومعانا المكرونه الجمبري الوايت صوص، حكايه. معانا الجمبري الخطه الاسكندراني، يعني اسكندريه الماريه وترابها زعفران على دماغنا على الاسكندريه. ومعانا الجمبري الوسط المقلي، تمام. معانا البولتي المقلي، معانا بلح البحر الخلطه الاسكندراني برضو، تمام. ومعانا شوربه السيفود دي بقى الفسفور كله، بطارخ وبيت سبيت كاليماري جمبري بلح بحري كابوريا. ومعانا السمكيه القشر بياض معموله وايت صوص سنجاري، حاجه جامده خالص يعني. كل ده موجود في مكان اسمه سي فوسفور، موجود في اول اليوب ارض الجهيني شارع التلاتيني جنب كاوبوي. ولما اتكلمت انه اكبر صرح عالمي في الفوسفور كنت بتكلم بثقه، لان التجربه اللي جربتها في المكان ده كانت بجد من احسن التجارب اللي جربتها. ولسه هجرب من عنده حاجات تانية كتير جوه الفيديو. والمكان عباره عن 5 صالات بدورين، وانا جيت المكان ده بقى عشان اختبره في الجوده وفي الطعم والسعر، واهم حاجه الراحه النفسيه للمكان. وده غير انه قال انه بيعمل عروض يوميا على الصواني والطواجن باسعار خياليه. وفوق كل ده انه مخصص مكان صغير عامله كيدز اريا للاطفال، يعني لو اسره كامله ومعاك اطفال ما تقلقش من اي حاجه. وزي ما انتوا عارفين بحب اخطف المنيو بطريقتي وبجيب لكم منه 10% خصم. ايوه 10% خصم على المنيو لما توري له سكرين شوت من الفيديو ده. وده غير العروض والخصومات اللي هتدلعك اللي سايبها لك في اخر الفيديو. واكتر حاجه عجبتني انه بيعمل لك طشه الملوخيه كده قدام عينك. وحبيت الملوخيه بالجمبري اول حاجه اجربها من عنده. وللمصداقيه حرفيا كنت اول مره اجرب الملوخيه بالجمبري، لكن حقيقي طعمها كان جميل جدا. جماعه حرفيا الصوت ده بيخطف لي قلبي. فانا عايز اقول لك ان الجمبري بالخلطه الاسكندراني كان في حته تانية. وتعالى لي لالي وخش لي ايليا على صينيه النبي حارس. اسم النبي حرصك وصاينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. وبصينا انا وعلاء لصينيه الجمبري وكنا من فرط الجمال نزوق. مش بقول لك هتتدلع في سي فوسفور. واما الباستا عندهم كانت كويسه ولكن كانت عايزه تبقى جوسي شويه. وعايزك بقى تخش لي على النار بالجمبري البتر فلاي، وده بقى كان بيخطف العقل والقلب حرفيا. وخش لي ايه بقى على شوربه السيفود، وامسك لي بلحيه البحر. وطريقه اكل بلحيه البحر كالاتي، عايزك تفتحها كده وتغرقها لي في صوص الشوربه وتقول لي رايك ايه. عايز اقول لكم ان كنت خايف جدا جدا وانا داخل المكان. قلت الاسعار بتاعتهم اكيد هتبقى في العالي، ولكن المقارنه ما بين الطعم والجوده كانت مناسبه جدا للاسعار. وده غير ان عندهم حاجات كتيره في المنيو لازم تخش تشوفها. وده غير بقى الصينيه اللي قطفت قلب حرفيا، صينيه سمك قشر بياض بالصوص الابيض، كانت مستويه بدرجه ويل دان وكان طعمها فوق الممتاز. وانا عارف ان الصرح العالمي ده ما ينفعش فيه باستا، ولكن المكرونه بالصوص الاحمر بالجمبري سي فوسفور اداها طعم عالمي. وخش لي بقى على الصينيه الماريه الجهنميه، بجد صينيه القود بشويه الصوص الاحمر والبطاطس، خصوصا شرايح البرتقال مدين لطعم السمكه كده سويتي انصور ما بين الحلو والحادق. وحبيتها جدا وكل ما اروح المكان دوت هطلبها كتير. وطبعا بقى سمك البولتي ليه اصول، كان نازل كريسبي ودرجه السوا بتاعته كانت ميديم، ولكن عجبني جدا وحسيت بطعم السمك البلدي بجد. وبفكركم لتاني مره لكل متابعين حسام مانو بالخصم ال 10%، ما تنسوش تاخدوه لما تروحوا هناك. والعنوان ما يتوهش، اليوب ارض الجهيني شارع التلاتيني جنب كاوبوي. وهسيب لك المنيو تحت في الكومنتات عشان ما اخليش السمكه تعض. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. بعد السفره الغشيمه العجيبه اللي انا دخلت فيها دي يبقى الاصلح لك الليمون بالنعناع. جايب لك بقى احلى عرض من هناك من عندهم، عرض البوكس ده بقى بيبقى عباره عن 6 سندوتشات جمبري وكاليماري. والعرض ده بقى كان ب 190 جنيه ولكن انا جبته لكم ب 140. فلو وصلت لحد هنا يا عزيزي فانا عايز اقول لك ان انت كملت في الطريق الصح، لان انا شايف من وجهه نظري ان مطعم سي فوسفور هينافس براندات كتيره قوي الفتره الجايه، وانا بتحدى اي حد ياكل الترابيزه دي. وعايز اقول لك ان تاني منشن للاسف هيعزمك على الترابيزه دي كلها.